أعلن الناخب الوطني محمد وهبي عن اللائحة المستدعاة للمنتخب المغربي والتي ستخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي إكوادور والأوروغواي، والمقررتين يومي 27 و31 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026. وعرفت التشكيلة غيابات وازنة يتقدمها المدافع نايف أجرد، والمهاجم يوسف النصيري، وسفيان مرابط، وآدم ماسينا، ويوسف بالعماري، وجواد الياميق، وشمس الدين طالبي، وإلياس بن صغير. في المقابل سجلت اللائحة حضور عددا من اللاعبين لأول مرة مثل ياسين جسيم، إسماعيل باعوف، عيسى ديوب الذي غير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية، رضوان حلحال، وياسر الزابيري، مع المناداة على قائد الجيش الملكي ربيع حريمات. وفي مركز حراسة المرمى وجه وهبي الدعوة إلى ياسين بونو، والمهدي الحرار، والمهدي بن عبيد. أما خط الدفاع فضم كل من نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، سفيان القرواني، سفيان القروي، أشرف حكيمي، زكريا الواحدي، شادي رياد، رضوان حلحال، عبد الحميد آيت بودلال، عيسى ديوب، واسماعيل باعوف. وفي خط الوسط شهدت اللائحة حضور أسامة ترغالين، ونائل العيناوي، وربيع حريمات، سمير المرابط، وعز الدين وناحي، بلال الخنوس، واسماعيل الصباري. وفي خط الهجوم اختار وهبي كلا من إبراهيم دياز، محمد ياسر الزابيري، وشمس الدين طالبي، أمين عدلي، ياسين جسيم، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي، وسفيان رحيمي. وأشار الإطار الوطني محمد وهبي إلى أن حضور الأسماء الشابة جاء لتدعيم الفريق ولإعطائهم فرصة من أجل حمل القميص الوطني. وتستعد كتيبة محمد وهبي لخوض أول لقاء تحت قيادة محمد وهبي يوم الجمعة القادم 27 من مارس 2026 ضد منتخب الإكوادور بالعاصمة الإسبانية مدريد، على أن يواجه الأسود منتخب الأوروغواي في الودية الثانية يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمدينة لانس الفرنسية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.